مرحبا بكم في قناتي وأشف راسك للأخبار. ليصلك كل جديد لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة. شهدت مدينة صفرو مساء الأربعاء حالة استنفار بعد نقل 15 شخصاً إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس إثر ظهور أعراض يشتبه في ارتباطها بحالة تسمم غذائي، وذلك بعد تناولهم وجبات سريعة من عربة لبيع المأكولات وسط المدينة. وأفادت المعطيات الأولية بأن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من أعراض متشابهة شملت الإسهال الحاد والتقيؤ والغثيان، إضافة إلى آلام في البطن. وقد خضع جميع المصابين للفحوصات الطبية اللازمة وتلقوا العلاجات الضرورية، فيما أكدت المعلومات المتوفرة أن جميع الحالات تناولت الطعام من العربة نفسها، ما يعزز فرضية ارتباط مصدر الوجبات بحالات التسمم المسجلة. وفور إشعارها بالواقعة، انتقلت السلطات المحلية والمصالح المختصة إلى مكان الحادث، حيث باشرت مراقبة عربة بيع المأكولات والتأكد من مدى احترامها لشروط النظافة والسلامة الصحية. كما تم فتح تحقيق رسمي للكشف عن ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات في انتظار نتائج التحاليل والأبحاث التي ستحدد السبب الحقيقي وراء هذه الواقعة. ليصلك كل جديد لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة.